4 ألغاز لسه ما اتحلتش في مصر القديمة. الزئبق الأحمر واحد من أكتر الأساطير اللي ارتبطت بالمومياوات، يقال إنه مادة نادرة تستخرج من حنجرة المومياء، قادرة على توليد طاقة أو فتح أبواب مغلقة أو السيطرة على الجن، لكن مفيش دليل واحد. هل هو وهم ولا سر اتحول لخرافة عشان محدش يقرب منه؟ مقبرة الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر حكم نص العالم، يقال إنه اتدفن في الإسكندرية وزار قبر يوليوس قيصر وأغسطس، لكن فجأة اختفى. مفيش قبر مؤكد ولا مكان متفق عليه ولا أثر نهائي، ويعتبر لغاية دلوقتي واحد من أكبر الألغاز الأثرية التاريخية ومن أكبر الأمنيات اللي أي عالم آثار يحلم يوصل لها. مقبرة كليوباترا. كليوباترا آخر ملكات مصر، قصتها معروفة لكن نهايتها لا. الروايات بتقول إنها هربت بالليل بعد هزيمتها وإنها اتدفنت مع أنطونيوس في مقبرة ملكية. الغريب إن آثار كليوباترا نفسها ما اختفتش، لكن قبرها اختفى تماما. سر التحنيط. الفراعنة قدروا يحفظوا أجساد البشر آلاف السنين من غير أجهزة ولا علم حديث. إزاي عرفوا يوقفوا التحلل بالشكل ده؟ وليه الطريقة الكاملة اختفت وماتت مع أصحابها؟ احنا عارفين الخطوات لكن لسه مش فاهمين ازاي الدقة دي اتكررت مئات المرات من غير خطأ. يمكن بعض الحاجات دي مش ألغاز، والسؤال الحقيقي مش هل هنلاقي الإجابة، هل كل إجابة مسموح إننا نوصل لها؟